كان كارم متعود يصحى كل يوم على خناقة هاجر وسارة وهما مقطعين بعض. لكن في يوم صحي كارم لقى القصر هادي جدا. استغرب، قال أكيد لسه نايمين. لكن بعد وقت قلق، نزل يدور عليهم ملقاش ليهم أي أثر. ابتدى يقلق أكتر وفضل يدور لحد آخر مكان في القصر. البدروم كان آخر مكان نزل يدور عليهم فيه. كارم وهو بيبني القصر، واحد من العمال قال له لقينا بير كبير في البيت اللي كان مكان القصر. ساعتها كارم مهتمش وقال للمهندس الإيطالي بدل ما نردمه احنا نبني أوضة تحوط عليه، ونسي الموضوع. لكن وهو بيدور في البدروم لقى الأوضة اللي فيها البير مفتوحة. دخل بالراحة يبص فيها وكمان سأل نفسه ازاي اتفتحت. دخل لقى هاجر وسارة قاعدين جنب البير عمالين يعيطوا. بصلهم وضحك. اخيرا ربنا هداكوا انتوا الاتنين وبتعيطوا. محدش رد عليه، الاتنين قاعدين جنب بعض بيعيطوا بصوت عالي.